نرحب بكم مشاهدينا الكرام في قناتنا ماروك نيوز تيفي، التي تسعى لتقديم تغطية شاملة وموثوقة للأخبار الهامة على الساحة الوطنية والعالمية. نشكركم على دعمكم وثقتكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بلاغ أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة سمارة. وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة والتي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية. وقد خلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث. واحدة من الصاروخ العين ما كانش هادشي كيولى ضربة فين ضرب داكشي بلاصة الدار راني طاحت العين ما كان تكلمنا عرفتي الدار هادي تهزت هادي ود الحاج والله الا تهزت والله كيولى شوف شي كيتكلم. انا ما عرفنا واش الصاروخ، ما عرفنا واش بوطه، ما عرفنا شنو هادشي. الناس مخلوعين هنا ما عرفناش شنو كاين في هادشي. كيقولوا شي قنبله، كيقولوا صاروخ، ولاش كيقول الله اعلم. هادشي ما عرفناش شنو هو هادشي. الناس مخلوعين هنا الحاله ديال العلا كلها مقربه. هادشي طار هنايا ما عرفناش شنو كاين. الدار تريبت من الفوق السقف، تقب من الفوق الدار تقبت وخلات العماره في الارض. يعني داكشي اللي دخل طاح من الفوق وضرب الدار من الفوق وتقب حتى الارض. غنعاود نوريكم عاوتاني. هادشي راه في مدينه سماره، ما عرفناش بالضبط شنو هو. الدار كي ولات هو البودره. شوف البودره هذه كاع طاحت من فوق السقف. هاد البودره هذه تقلبت من الفوق وطاحت. الدار راه كامله رايبه. الناس مخلوعين هنايا ما عارفين شنو هادشي. المهم حنا راه كاين في المكان سماره، المكان متواجد قرب حي السلام توسعه. هادشي ما عرفناش اخويا، مناش ما عرفناش. الدار كي ولات هداكشي تقب من الفوق. العزوة افريقيا